هذا العيد يسموكم كامل تبدعوا في الحلويات وتنوعوا فيها غير بجديد. واليوم جبت لكم صابلي الورده بعجينه مقرمشه وبنينه، ويجيكم كيما راكم تشوفوا بريزونطابل وباهي، ومن اروع الحلويات اللي راح ديروا بها حاله. وراح نعطيكم السر كيفاش يبقى محافظ على شكله حتى بعد ما تطيبوه. سجلوا الوصفه عندكم تحتاجوها. اول حاجه لهنايا نحتاجوا مارغرين، وانا استعملت اوبلين اللي تجي ريحتها لافاني بزاف هايله للحلويات وخصوصا للكريمات، تصلح للصابلي كيما تقدروا ديروا بها لي كريم. ولهنايا نحتاجو 125 غرام اوبلين، وشوفوا لونها كيفاه يجي ابيض، وما تحتاجوش ديروا لافاني باسكو فيها ريحه لافاني. حطيت صفار بيضه، حطيت هنايا 60 غرام تاع سكر كلاصي، وحطيت 2 مغارف تاع زيت. نخلط كلشي مليح بالباتور حتى نتحصل على قوام كريمي. هنايا ضربوا كلش مليح، ما تنساوش قرصه تاع الملح. وبعدها كي تضربوها مليح تقسموا الخليط تاعكم على 2. انا حبيت نشارككم طريقه كيفاش ديروا بالكاكاو وفي نفس الوقت تخلوه فاني، وانتم تقدروا ديروا نوع واحد يكفيكم. وبعدها نقسم الخليط تاعي على 2. النصف الاول راح ندير له شويه تاع الكاكاو كيما راكم تلاحظوا. لهنا نضيفوا الكاكاو غير بالعقل، وقرصه تاع خميره الحلويات. الخميره ما تكثروش، غير شويه برك، ونجمعوا بالفرينه. والنص الاول راح ندير له الفرينه وقرصه تاع خميره الحلويات ونجمع. ولهنايا تجمعوا العجينه تاعكم حتى تشوفوها بلي رجعت ما تلصقش في اليد بالطريقه هذه. وهذا هو القوام اللي تتحصلوا عليه. ونجيبوا المول سيليكون تاعنا، وهذا هو اللي استعملته انا. شوفوا كيفاه تجي الحبه تاعو متوسطه، ماشي كبيره وماشي صغيره. نحطوا العجينه ونحاولوا نسووها مليح. ولهنا باش يتنحى معكم بسهوله تحركوه غير شويه على الاطراف، وشوفوا كيفاه يتنحى معكم بلا ما يفسد الشكل ولا تتكسر الحبه. قلت لكم غير تحركوها على الاطراف تتنحى معكم بسهوله. وشوفوا لهنا تاع الكاكاو ثاني كيفاش تنحى بسهوله تامه. كيما تقدروا ديروا النص فاني ونص شوكولا، تخرج لكم الحبه على نصف ثاني، تجيكم باهيه وبريزونطابل بالطريقه هذه. وهكا نكونوا غيرنا على الشكل المعتاد ودرنا حاجه بنينه وجديده. وشوفوا لهنا كيفاه تجي النص الاول والثاني. درتو يطيب على 180 درجه حتى ندالي اللون الاحمر كيما راكم تلاحظوا. وانا حبيت تلصقوا بالمعجون، والتاع الكاكاو لصقته بشويه تاع كراميل، وتلصقوا حسب الذوق وحسب الرغبه. خلوا لي رايكم في الفكره، واذا عجبتكم ما تنسوش تشاركوها مع جميع اصدقائكم كي تعم الفائده. واذا حابين تشوفوا وصفات اكثر ما عليكم غير ديروا ابوني لاباج باش ما تراطوا حتى وصفه. سلام. هذا العيد يسموكم كامل تبدعوا في الحلويات وتنوعوا فيها غير بجديد. واليوم جبت لكم صابلي الورده بعجينه مقرمشه وبنينه، ويجيكم كيما راكم تشوفوا بريزونطابل وباهي، ومن اروع الحلويات اللي راح ديروا بها حاله. وراح نعطيكم السر كيفاش يبقى محافظ على شكله حتى بعد ما تطيبوه. سجلوا الوصفه عندكم تحتاجوها. اول حاجه لهنايا نحتاجوا مارغرين، وانا استعملت اوبلين اللي تجي ريحتها لافاني بزاف هايله للحلويات وخصوصا للكريمات، تصلح للصابلي كيما تقدروا ديروا بها لي كريم. ولهنايا نحتاجو 125 غرام اوبلين، وشوفوا لونها كيفاه يجي ابيض، وما تحتاجوش ديروا لافاني باسكو فيها ريحه لافاني. حطيت صفار بيضه، حطيت هنايا 60 غرام تاع سكر كلاصي، وحطيت 2 مغارف تاع زيت. نخلط كلشي مليح بالباتور حتى نتحصل على قوام كريمي. هنايا ضربوا كلش مليح، ما تنساوش قرصه تاع الملح. وبعدها كي تضربوها مليح تقسموا الخليط تاعكم على 2. انا حبيت نشارككم طريقه كيفاش ديروا بالكاكاو وفي نفس الوقت تخلوه فاني، وانتم تقدروا ديروا نوع واحد يكفيكم. وبعدها نقسم الخليط تاعي على 2. النصف الاول راح ندير له شويه تاع الكاكاو كيما راكم تلاحظوا. لهنا نضيفوا الكاكاو غير بالعقل، وقرصه تاع خميره الحلويات. الخميره ما تكثروش، غير شويه برك، ونجمعوا بالفرينه. والنص الاول راح ندير له الفرينه وقرصه تاع خميره الحلويات ونجمع. ولهنايا تجمعوا العجينه تاعكم حتى تشوفوها بلي رجعت ما تلصقش في اليد بالطريقه هذه. وهذا هو القوام اللي تتحصلوا عليه. ونجيبوا المول سيليكون تاعنا، وهذا هو اللي استعملته انا. شوفوا كيفاه تجي الحبه تاعو متوسطه، ماشي كبيره وماشي صغيره. نحطوا العجينه ونحاولوا نسووها مليح. ولهنا باش يتنحى معكم بسهوله تحركوه غير شويه على الاطراف، وشوفوا كيفاه يتنحى معكم بلا ما يفسد الشكل ولا تتكسر الحب. قلت لكم غير تحركوها على الاطراف تتنحى معكم بسهوله. وشوفوا لهنا تاع الكاكاو ثاني كيفاش تنحى بسهوله تامه. كيما تقدروا ديروا النص فاني ونص شوكولا، تخرج لكم الحبه على نصف ثاني، تجيكم باهيه وبريزونطابل بالطريقه هذه. وهكا نكونوا غيرنا على الشكل المعتاد ودرنا حاجه بنينه وجديده. وشوفوا لهنا كيفاه تجي النص الاول والثاني. درتو يطيب على 180 درجه حتى ندالي اللون الاحمر كيما راكم تلاحظوا. وانا حبيت تلصقوا بالمعجون، والتاع الكاكاو لصقته بشويه تاع كراميل، وتلصقوا حسب الذوق وحسب الرغبه. خلوا لي رايكم في الفكره، واذا عجبتكم ما تنسوش تشاركوها مع جميع اصدقائكم كي تعم الفائده. واذا حابين تشوفوا وصفات اكثر ما عليكم غير ديروا ابوني لاباج باش ما تراطوا حتى وصفه. سلام.